زيزو في الزمالك ولا في الشباب السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا آخر أخبار حاليا كله بيتكلم على زيزو زيزو زيزو. طبعا مصر كلها ما فيهاش إلا غير زيزو. ما فيش حد بيجيب لك أي عرض للعيبة الأهلي باستثناء، كله زيزو. مبدئيا زيزو ما فيش عرض رسمي جه. هو كان زي ما تقول هم يعني الشباب السعودي كرغبته ان هو يضم زيزو، بس كشيء رسمي مفيش لغايه الان اي قرار رسمي ولا اي جواب رسمي جاء لنادي الزمالك عشان ضم زيزو. بس برضه في الكلام اللي اتقال زيزو اعلن ايه، قال لك في الحاله ان انا عايز شروط ان انا اجدد للزمالك ناخد مستحقات اللي هي 12 مليون اللي هي متاخرات، وانهاء ازمه كل اللاعبين. يعني برضه الراجل ما بصش لنفسه، بس بص للاعبين تاني اللي هم مستحقاتهم متاخره واللي هم ما حدش راضي يجدد لهم، وعايز تجديد الفتوح وصبحي. دي ده المفروض ما يتكلمش عليها زيزو. الحاجه دي المفروض كانت الاداره اتكلمت فيها، المفروض الاداره اتكلمت فيها. بس انا من وجهه نظري زيزو لو مشي اقسم بالله العظيم الزمالك وقع. ما فيش الا غير معاك زيزو وفتوح. مين تاني؟ ما فيش عندك حد تاني. باقي ما باقي ما مش هيقوم نادي الزمالك ومش قد مسؤوليه نادي الزمالك. وان شاء الله الجاي باذن الله يكون افضل باذن الله. طبعا معانا الاستاذ تامر امين. انا الحلقه اللي فاتت او اللي قبليها اتكلمت على الدوري السعودي. حاليا الدوري السعودي من افضل تاني دوري في العالم، ده من وجهة نظري. من كمية النجوم اللي فيها، كمية النجوم اللي فيها حاجة كله عارف، مش محتاج ان انا نتكلم. رونالدو، بنزيما وماني، مش محتاج نعده يعني بالصلاة على النبي كده هم العالم كله بص للسعودية اساسا، يعني ما حدش باصص لاي حاجة تانية. طبعا يا استاذ تامر، انت بتتكلم تقول الدوري ده كان الاول كان الدوري المصري. الاول كان الدوري المصري. دلوقتي محمد ابو تريكه قال لك ايه؟ الدوري السعودي يشكل خطوره على الدوري الانجليزي. يعني واخد بالك الدوري السعودي بيشكل خطوره على الدوري الانجليزي. واخد بالك يا عم تامر يلي انت ما فيش خالص كلوب؟ تمام. الدوري السعودي له قدره ماليه استثنائيه. يعني حتى كلوب بيتكلم على الدوري السعودي. يعني المشكله ان الناس دي مش عارف انا بتفكر ازاي. يعني احمد عيد قال لك الدوري السعودي يستحق المتابعه بعد الدوري الانجليزي. يعني برضو الكل بيتكلم. حتى صلاح احتمال يروح الدوري السعودي. حتى صلاح احتمال يروح الدوري السعودي. تمام. يعني هيقول لك ايه، تم الاتفاق على كل شيء من اجل صلاح واداره ليفربول، وكلوب وافقت رحيل محمد صلاح للاتحاد. يعني احتمال يروح الاتحاد. انا مش عارف يا اخوان، انت زعلان كله بتقول لي الدوري ومش يا عم احنا دورينا مين؟ انت بتتكلم احنا دورينا بيجي من طرف واحد بس. لو انت بتتكلم على دوري وعلى منظومه يبقى السعوديه بتنافس في خمس فرق او ست فرق بتنافس على بطوله. اما انت معاك واحد بينافس على بطوله والتاني رجله مكسوره اللي هو الزمالك. تمام. والاسماعيلي الله يرحمه. ده اللي انت بتدور عليهم، مفيش حاجه تاني. طبعا في خبر استوقفني للباشا مرتضى، احمد مرتضى. بيقول ايه؟ بيقول يعني هو مش راغب ان هو يبقى رئيس نادي الزمالك، ويجب ان نتخذ من الاهلي قدوه. من فين؟ من فين فهمت ان نتخذ من الاهلي قدوه؟ يعني معلش ايه اللي خلاك تفكر في الليله دي؟ فكرت دلوقتي متاخر ان انت مثلا لما قال لك انا مش عاوز ابيع زيزو، قال لك انا مش عايز ابيع زيزو بس باع. لو ما اخذ امام عاشور باعوا، او معنى صح مش هنقوله باعوا، فرطوا سيف جعفر، سيف فاروق جعفر وابن اسامه نبيل واحمد عيد و... واحمد ايمن منصور وعمر الاخضر. ده كله دول انت فرطت فيهم. تمام. يعني كام واحد دول؟ على الاقل سته ولا خمسه كانوا وقفوا معاك قوائم يعني عملوا شكل للنادي الزمالك. اما انت ما فيش خالص ان انت بتتكلم في حاجه زي دي. انت دلوقتي شغال تسرسبهم واحد ورا الثاني. انت ما فيش الا غير عندك زيزو وعندك مين؟ فتوح. وبالصلاه على النبي لو عاوز تبيعهم وتسرح بالنادي الزمالك
يبقى برضو شكرا. واخد بالك ازاي يا باشا؟ انت لا تصلح يا استاذ احمد مرتضى منصور، لا تصلح ان انت تبقى رئيس نادي الزمالك. ان انت مش هتضيف حاجه يا اخوانا، الراجل ده مش هيضيف حاجه، لو هيضيف حاجه كان ضاف بدري. ما كان ضاف بدري، ما كان ليه كام سنه في نادي الزمالك؟ ايه اللي عمله؟ ايه اللي عمله؟ معلش خلينا في شويه بالعقل يا اخوانا. يعني ليه 10 سنين؟ طب في ال10 سنين ايه اللي ضافه للزمالك عشان هو يبقى رئيس النادي يضيف؟ ما يا اخواننا مش كده. والجمعيه العموميه شغاله تطبل الطب لغايه لما تعبتونا، قسما بالله تعبتونا. السلام عليكم.